بعد الفيديو ده مستحيل بعد ربنا الكيك يفشل معاكي تاني. هتعملي كيك خطير هاش وقطني وطعمه خطير، كل اللي هياكل منه مش هيصدق ان انتي عاملاه في البيت. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه خالص خالص، ومستحيل تفشل معاكي. كيكه كل يوم تنفع طبعا الايام المدارس داخله، الولاد ياخدوا منها وهم رايحين المدرسه، او يفطروا منها الصبح، انتي تفطري منها الصبح، اي حد ياكل منها. كيكه كل يوم مستحيل نزق منها، وشها طالع زي ظهرها، حقيقي حقيقي كيكه خطيره. يلا بينا في الخلاط. هنحط كوبايه من السكر، وينفع تزيد تبقى كوبايه وربع من السكر، وهنحط نص كوبايه زيت على سمنه، او سمنه على زيت، او زيت على زبده، اي ماده دهنيه تحبيها، بس هنحط نص كوبايه. وبعد كده هناخد الخليط ده نضربه كويس جدا جدا في الخلاط لحد لما السكر يدوب تماما. بعد كده هحط 4 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، يعني يكونوا خارجين من التلاجة قبلها ب10 دقايق كده او بربع ساعه، ورشه بسيطه من الملح، وهحط معلقه كبيره من الخل، معلقه بمعلقه الاكل، معلقه من الخل، واحط طبعا فانيليا علشان طبعا ريحه الزفاره. انا حطيت كيسين هنا وهرجع احط كيسين تاني لان لقيت الكيس صغير جدا جدا. وينفع طبعا نقلل عدد كمية البيض، ينفع يبقوا 2 أو 3 حبات من البيض براحتك تماما، على حسب طبعا مقدرة كل حد فينا. هضرب الكلام ده كله كويس، وبعد ما اضربه كان المفروض احط كوباية لبن واضربها تاني في الخلاط، لكن انا نسيت خالص اللبن، فحبيت افكركم اوعوا تنسوا اللبن. وبعد كده بصوا انا حاسه عماله اقول يا رب في حاجه. بعد كده هنزل بكوبايتين من الدقيق، نفس الكوبايه اللي عايرتي بيها السكر هي نفس الكوبايه اللي عاير بيها الدقيق، واحط معلقه كبيره هرميه من النشا، وهجيب كيس من كيك الشيف. كيك الشيف ده تحفه بصراحه في الكيكات والحلويات. هحطه كله ونخبط الكيس كده خبطتين علشان كله ينزل في ارضيه الكيس، مفيش حاجه تقع. وانتوا طبعا شفتوني وانا شغاله جبت كوبايه اللبن وحطيتها بسرعه. هنقلب طبعا الكلام ده كله كويس جدا جدا. طبعا لسهوله التقليب هنجيب الويسك نقلب بيه. طبعا الدقيق من كوبايتين لكوبايتين ونص. لو حسيتي ان الخليط خفيف تقدري تزودي معلقتين من الدقيق. طيب لو حسيتي ان القوام تقيل تقدري تزودي مثلا معلقتين من اللبن. يعني اظبطي القوام لحد ما حضرتك هتشوفيه دلوقتي احنا عايزينه ازاي. عايزين القوام كده كريمي، مش سايل، لا حلو يعني متماسك. ونقلب في اتجاه واحد اهو. بصوا ده كده السمك بتاع الكيك اللي احنا عايزينه. نجيب بقى المعلقه بتاعتنا ونلم الاجناب ونتاكد ان مفيش اي بقايا دقيق في ارضيه الطبق. وخطوه مهمه جدا، نجيب صينيه تكون ألمونيا، دي مقاس 30، ينفع تبقى 26 مفيش اي مشكله. بندهنها زبده او زيت او سمنه كويس جدا، وندهن اجناب الصينيه بحيث لما الكيك يرتفع ما يلزقش في الاجناب ويبقى هابط من النص. ونخبطها خبطتين على الارض. وبعد كده بندخلها على فرن على اعلى درجه حراره، رف فوق المتوسط، تلت ساعه ماكسيموم يعني. وابتدي افتحي الفرن عليها هتلاقيها اخدت لون خطير، وشها زي ظهرها تحفه، ريحتها خطيره خطيره. كيك هيطلع مظبوط معاكي باذن ربنا من اول مره. امشي على الخطوات كده اهوت وبمقادير بسيطه. بصوا شكل الكيك طبعا يا سلام يا سلام لو سيبناها تبرد. انا يا دوبك بس سبتها تهدى كده علشان اعرف اقطعها. متماسكه جميله، ريحه خطيره، عالم ربنا طعمها خطير خطير خطير. مش بقول كلام وخلاص، جربوها وان شاء الله تطلع معاكم ناجحه من اول مره. نفطر بيها الصبح زي ما بقول لكم، ولادنا داخلين المدرسه نديهم منها. جميله جميله جميله، جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. ولو حسيتوا ان انتوا قدرتوا تستفادوا مني ولو بمعلومه صغنونه قد كده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير كتير. خلي كل حبايبنا ومعارفنا واصدقائنا يستفيدوا، واشوفهم في اكله جديده على خير. وباي باي يا اصحابي الحلوين.